مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض حاجه حلوه زي ما انتم شايفين كده، بسبوسه كده مرمله وحلوه جدا جدا. الطريقه دي انا اعتمدتها خلاص، ما بعملش غيرها. طريقتها سهله وبسيطه، وبصي دايبه كده معاكي وفي نفس الوقت كده ماسكه نفسها. بجد حلوه خالص. تابعي بقى معايا الطريقة الحلوة السهلة البسيطة دي، اي حد يقدر يعملها. سهلة خالص خالص خالص، وهتاخدي منها احلى نتيجة واحلى طعم، بجد تحفة ومرملة بقى. وبصي طعمها بجد كان خطير. ومش هتبقى مسكرة بقى معاكي، لا هتبقى مظبوطة بجد. امشي بقى على الخطوات كده معايا والمقادير اللي هقولك عليها، وانتي هتاخدي احلى بسبوسة واحلى طعم. وبسبوسة سايبة على فكرة، مش في اكياس. اول حاجة عندي نص كيلو من دقيق السميد، اهو جايباه سايب كده من عند العطار، مش اكياس خالص. ده نص كيلو. هحط على النص كيلو ده كوباية من السكر العادي الحبيبات، مش مطحون ولا اي حاجة. يعني النص كيلو بياخد ايه؟ كوباية من من السكر. هحط عليهم كيس كده من الفانيليا، وهقلبهم حلو كده مع بعض. دي البسبوسة والسكر والفانيليا. بعد كده عندي نص كوباية من السمنة البلدي. لو مش عندك سمنة بلدي تقدري تستعملي سمنة عادية خالص، بس السمنة البلدي بقى بتوديها في حتة كده تانية خالص، بتخلي طعمها حلو جدا. نص كوباية كده عادي خالص، يعني مش يعني بصي انا واخداها من علبة، كانت بره على المطبخ وعيرتها وحطيتها، فنص كوباية. وهقلبها كده بقى مع المكونات الجافة بتاعتي. عايزاها تبقى زي حبيبات الرمل كده، زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اقلبها حلو خالص لحد ايه ما السمنة كمان تختفي معايا كده في دقيق البسبوسة، تبقى عاملة زي ما قلت لكم، زي ايه، الرملة المندية كده. عايزه اقولك المكونات كانت مظبوطه بجد على الشعره بجد، وطعمها كمان كان خطير. وبصي بقى، ولا نفسك هتجزع منها ولا اللي هي مسكره قوي؟ لا بجد كانت مظبوطه وطعمها كان خطير. واسهل طريقه هنا، بصي ده شكلها كده عامله زي الرمله المبلوله كده. تمام. هنا بقى هحط عندي كوبايه من اللبن الدافي، يعني ده في حاجة بسيطة كده، دفيته حاجة بسيطة على البوتاجاز، كوباية واحدة كده. وهقلب بقى، مش هعجن يا جماعة، هقلبها كده. عايزة اقولك ان انا كنت الاول بعمل البسبوسة كده تبقى فيها المادة السائلة، السوائل بتاعتها بتبقى كتيرة وتبقى سايحة، بتبقى حلوة، بعد كده بتنشف مني. لا جربي بقى الطريقة دي والخطوات دي، بجد هتاخدي احلى نتيجة. بصي مش سايحة وفي نفس الوقت كده مش متماسكة، لا زي ما انتوا شايفين كده قوامها اهو. فلو انت لقيتي قوامها كده، ما تحطلهاش لبن تاني ولا اي حاجه، لا هو ده القوام المظبوط. عندي هنا صينيه البسبوسه اللي انتوا شايفينها، هنزل بقى بالبسبوسه بتاعتي كده، العجينه اللي احنا عملناها. فاهو حطيتها كده في صينيه. بصي مش بتتفرد معايا، لا انا اللي بفردها كده بايدي زي ما انتوا شايفين اهو. وبتتفرد معايا على فكرة بكل سهولة. اهم حاجة زي ما قلت لك، تدهني الصينية بقى دهنة سمنة حلوة كده، وتفرديها كده زي ما انت شايفة. بصي وما لزقتش في ايدي بعد ما فردتها، ولا احتجت بقى ان انا احط ايدي في ميه ابلها ولا اي حاجه. والله كده بصي من غير اي ميه في ايدي ولا حاجه، وما لزقتش في ايدي ولا اي حاجه. بصي قوامها عامل ازاي، حلوه خالص اهو. بصي ايدي هنا بقى فردتها حلو خالص زي ما انت شايفه كده. حابة بقى تحطيها كده سادة تدخليها الفرن، هتبقى حلوة جدا جدا. عايزة اقولك ان انا كان يعني هزينها هنا بلوز كده مجروش. كان نفسي احط كده في قلبها زبيب، انا بحب طعم الزبيب قوي 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 كده في البسبوسه. فكان نفسي احط في قلبها زبيب، الصراحه نسيت فحطيت على الوش. انا عارفه ان هو لما اسقيها بالشربات بيطلع منها، بس مش مشكلة، برضو هتدي طعم حلو، وهناكلها برضو، هناكلها بالزبيب. فانا كنت عايزة احط كده وهي لسه بودرة كده احط لها زبيب، بس نسيت. هنا بقى ادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة، بتاخد يعني من 30 ل 40 دقيقة في الفرن.
بشغل من تحت بس. هنا بقى هنعمل الشربات. عندي كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية اهو. الشربات يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة. تمام. حطيت كوبايتين من المية وكوبايتين من السكر، وعندي هنا عسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز ده بيتجاب كده من عند بتوع الحلويات، بس هو كان في التلاجة عندي فكان مجمد قوي، طلع كده بالعافية. فانا هحط معلقتين كبار، معلقتين مليانين كده من عسل الكلوكوز، وهحط عصرة نص ليمونة كده وهرفعه على البوتاجاز. تمام. عسل الكلوكوز من الحاجات اللي بتظبط جدا جدا طعم البسبوسة. الفانيليا مش هحطها دلوقتي، هحطها في الاخر لما تغلي وكده. هنا بعد ما استوت معايا الشربات بقى جاهز معايا، حطيت له كده معلقة من السمنة البلدي، وهحط كده رشة الفانيليا وهطفي عليها كده. الشربات بقى جاهز معايا. الشربات يكون سخن والبسبوسة زي ما قلت لكم سخنة. عسل الجلوكوز يا جماعة بيخلي الشربات ما يبقاش مسكر، البسبوسة ما تبقاش مسكرة، بتبقى مظبوطة جدا. بس لو مش عندك عادي يعني اعمليها برضو، هتديكي نتيجة حلوة وطعم حلو برضو. بس انا يعني جربتها بعسل الجلوكوز ده، بيبقى حلو جدا جدا، ومش بيخلي البسبوسة تبقى مسكرة كده وتجزع النفس وكده. اهو ده كان شكلها بعد ما خرجتها. بصي الشربات، البسبوسة شربت الشربات اهي. هديها كفايتها برضو كده من الشربات، وهسيبها بقى تهدى خالص كده وتشرب الشربات براحتها، وهقطعها معاكم. بجد انا بحبها قوي بالزبيب. لو انتي مش حابه تحطي فيها اي حاجه ولا زبيب ولا مكسرات براحتك، يعني ممكن تحطي سوداني كمان تكسريه كده وتحطيه. ممكن تحطي اي حاجه من انواع المكسرات اللي انتي بتحبيها. لو مش حباها خالص بالمكسرات تمام ما تحطيش. هنا بصي بعد ما هديت خالص بقى وشربت الشربات بتاعتها كله، هنا بقى قطعتها. بصي متماسكه ازاي ومش مهرية، لا انا سبتها، هي كانت دافية هنا بس سبتها تهدى خالص وايه، وشربت الشربات بتاعتها كله. بصي بصي حلوة ازاي ومرملة جدا جدا، وطعمها بجد كان مظبوط جدا. والله كانت مظبوطة مظبوطة. بصي ما بجد تحفة. بصي عاملة ازاي، بصي مش ناشفة، بتتقطع معايا. بصي دايبة كده وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. بجد اعمليها كده، يلا قومي بقى تشجعي كده واعمليها بنص كيلو بسبوسة كده سايب من عند العطار، ولا كيس بقى ولا بتاع، نص كيلو بسبوسة سايبة من عند العطار هتعملي احلى بسبوسة. والله عجبت عيالي جدا وعجبتني جدا. انا ما بحبش الحاجة المسكرة قوي، بس بجد كان طعمها تحفة كده، وحاجة كده جنب كوباية شاي بقى او جنب حاجة ساقعة بجد تحفة. بألف هنا وشفا يا رب على كل اللي كل. بجد طريقتها سهلة وبسيطة خالص خالص. انتوا شفتوا المكونات. مش عندك عسل جلوكوز ما تحطيش يا ستي براحتك. حتى بنوتي الصغيرة بجد عجبتها. بألف هنا وشفا يا رب عليهم. اشوفكم بقى في فيديو جديد واقول لكم مع ألف سلامة. باي باي.